السلام عليكم اخوات الاهلاويه في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد من مهاجم الاهلي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل على بطوله كاس العالم للانديه والاداء اللي الاهلي قدمه. يمكن خسرنا كتير في البطوله، لكن برضه مكاسبنا كانت كتير، وده اللي يهمنا في الموضوع. ونرجع بقى للمحليه ونرجع للوضيعين والجماعه اللي جلدهم تخين وبكيسين وبجحيم الزملكاويه، ونبدا نشوف كده نرد على الاكاذيب والتدليسات والحرقان اللي كان حاصل لهم الفتره اللي فاتت. خلصوا على مخزون الميبو في مصر كلها، مصر كلها ما فيهاش ميبو، خدوه الزملكاويه من كتر الحرقان اللي كان حاصل لهم الفتره اللي فاتت. عايز ابدا بس بكام سكرينه كده، اولهم سكرينه خالد طلعت بيقول لك الزملكاويه بيتكلموا على ان الاهلي هو اكتر نادي خسر ماتشات واكتر نادي دخل فيه اهداف في تاريخ كاس العالم للانديه. الاهلي هو اكتر نادي لعب ماتشات في كاس العالم للانديه على مدار تاريخه، بفارق كبير عن اقرب فريق بعديه، وبالتالي الارقام دي منطقيه وطبيعيه. الاهلي كمان هو تاني اكبر نادي حقق انتصارات في البطوله بعد ريال مدريد، وتاني اكتر نادي حقق نقاط بعد ريال مدريد، وتاني اكتر نادي سجل اهداف بعد ريال مدريد. سامع يا جربوق؟ وده كله لان الاهلي بطل في اغلب البطولات افريقيا في الفتره الاخيره ومتسيد القاره، وبالتالي اصبح ضيف دائم في معظم نسخ كاس العالم للانديه. الزمالك برضه عنده ارقام قياسيه مهمه وتاريخيه في كاس العالم للانديه، انه ما اتغلبش ولا ماتش، وما دخلش فيه ولا جول، وما خدش ولا انذار، وطبعا كلنا عارفين ليه. برضو انا بس عايز اعلق على حاجه. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على التدليس والكذب والهبل اللي بينشروه الزملكاويه ونخبه الزملكاويه. طبعا انا بتكلم على فئه معينه من جمهور الزمالك مش كلهم، كلنا عارفين الفئه دي. لكن من الحاجات المهمه جدا، احنا دايما كده بحب امسك تدليسه او كذبه في وقتها عشان نثبت ان هم دايما مدلسين وكذابين، لان التاريخ لما بيمر هم بيصدقوا الحقائق اللي بيتكلموا فيها دي. هم بالنسبه لهم خلاص دي بقت حقائق، هم عايشين في ميتافيرس، عايشين في عالم خاص بيهم، بيكذبوا الكذبه ويفضلوا يكرروها لحد ما يصدقوا. يعني اول كذبه كذبوها موضوع جمهور الاهلي قبل البطوله، ماشي، كنا احنا سامعين موضوع عن التذاكر وكده، لكن انا طلعت في فيديو هنا حتى ورديت وقلت ان جماهير الاهلي هتكون في حضور محترم جدا عن الارقام اللي هم بيقولوها. لكن تخيل يا مؤمن، العالم كله، كل العالم بيتكلم على حضور الجماهير وجماهير الاهلي في امريكا، العالم كله، والزملكاويه بس في العالم التخيلي والميتافيرس والميتافيزيقيا اللي هم عايشين فيها دي متخيلين ان جمهور الاهلي ما حضرش في البطوله ومالوش شعبيه في امريكا. تخيل. تعال نشوف حساب كاس العالم للانديه، والحاجات اللي بينشرها حسابات التابعه للفيفا دي بتبقى عباره عن ايفيدنس او دلائل، او خلاص حاجه توثيقيه تاريخيه لاحداث او لارقام بيحققها النادي الاهلي او اي نادي في العالم. حساب كاس العالم للانديه ناشر صورتين لجمهور النادي الاهلي، بيقول شكرا لاجمل جمهور في المونديال. هو اللي بيقول حساب فيفا، شكرا لاجمل جمهور في المونديال، جمهور الاهلي المصري. فدي حق انت الفيفا اكبر صرح رياضي او اكبر مؤسسه رياضيه على مستوى العالم بترأس كرة القدم على مستوى العالم كله، ويمكن رياضيه في الرياضه عموما مش كرة القدم بس، بيشهد لك بكده. والجربوع الزملكاوي مستنيين الناس اسمع كلامه، واللي بيقول لك لحد النهارده، يعني لحد البطوله ما خلصت، لحد ما شفنا جمهور الاهلي في ماتش انتر ميامي، ولحد ما شفنا جمهور الاهلي في ماتش بالميراس، ولحد الملحمه العظيمه اللي عملوها في ماتش بورتو، بيقول لك ان جمهور الاهلي ما كانش حاضر ومالوش شعبيه، وبيتريق وبيهاها وبيضحك على الامر ده. هنروح برضو من ضمن المكاسب الثانيه اللي حققها الاهلي، الاداء العظيم اللي قدمه في مباراه انتر ميامي ومباراه بورتو. ماشي، احنا اوكي انتقدنا، اول ناس انتقدوا لعيبه الاهلي واداره الاهلي ومدرب الاهلي في الماتشين دولت هم الاهلي. اول ناس انتقدوا الجمهور، الاداره واللعيبه والمدرب كانوا جمهور النادي الاهلي. مش مستنيين حد احنا، ولا بنعلق شماعات بنقول ان احنا اسباب خسارتنا او اسباب التعادل بتاعنا حاجات ميتافيزيقيه او حاجات من خيالنا زي ما بيعملوا الجماعه الزملكاويه. فاتكلمنا عن اداء النادي الاهلي، كان قدم اداء عظيم جدا. هما بيتريقوا ان الاهلي عمل تمثيل مشرف. طب لما تيجي يا مؤمن الاهلي رابع المجموعه، اخر واحد في المجموعه، والفرقتين اللي صعدوا انتر ميامي وبالميراس، ونيجي نشوف تصنيف سوفا سكور لافضل اللاعبين او افضل 11 لاعب في الجوله الاولى،
او في المجموعه الاولى، مش الجوله الاولى، المجموعه الاولى لكاس العالم للانديه. فتيجي تلاقي ان في 3 لعيبه من انتر ميامي، و3 لعيبه من بورتو، ولاعيب واحد بس من بالميراس، والاهلي فيه 4 لعيبه. طب ده ايه؟ يعني ده هل احنا كده بنتكلم بنقول خيالات زي ما بعض الزملكاويه طالعين يقولوا ان الاهلي او الاهلاويه بيدعوا بطولات او بيقولوا خيالات ومكاسب من ذهنهم، ولا ده كلام ايفيدنس موثق من اكبر مواقع العالم اللي معتمده في تقييم اللاعبين؟ فنيجي نشوف تقييم سوفا سكور، ان احنا بنتكلم في 3 لعيبه من انتر ميامي: حارس المرمى اوستاري، المدافع فالكون، المهاجم لويس سواريز. تلاقيه حاطط من بورتو مدافع اللي هو ماكرانو، حاطط مورا، وحاطط جوميز الوينج بتاعهم، وحاطط من بالميراس استباو بس هو اللي محطوط، اللي هو الواد اللي راح تشيلسي. تخيل. تيجي تشوف النادي الاهلي حاطين محمد هاني، حاطين زيزو، حاطين محمد علي بن رمضان، حاطين البستيرو وسام ابو علي. فدي عظمه الاهلي يا جماعه، دي عظمه الاهلي، دي المكاسب اللي احنا بنتكلم عليها. وهنرجع دلوقتي ونقول ايه المكاسب بتاعتنا ال4 سنين اللي جايين بالنسبه للنادي الاهلي. شوف يا جماعه، ده منظر جمهور الاهلي، اقسم بالله ملعب ميت لايف في مباراه بورتو منظر عظيم. استاد القاهره يا جماعه، انت بتلعب في نيو جيرسي على بعد 15 ساعه من مصر، وده منظر جمهور الاهلي. اللي بيرجع بعد كده يقول لك ان الاهلي بيجيب منين فلوسه وشعبيه الاهلي زائفه، واصل احنا اكتر شعبيه في الخليج واحنا مش عارف على ميتافيرس، عايشين في خيالات. هنا كابتن خالد بيومي واحد من اعظم المحللين الرياضيين في تاريخ مصر. يعني انا عايز اقول لك خالد بيومي ده وقت ما ميدو بتاع اساسيات الكوره اللي طالع بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي وبينظر على الاهلي وادارته ومدربه، كان بيقول لك انه يطلب الكره، اعطيه الكره. وقت ما كان بيحلل كده في بي ان سبورت، اسمع. انه يطلب الكره، بيطلب الكره، اعطيني الكره. انه يطلب الكره، اعطيه الكره. كان خالد ده مش في وقتها، كمان مش في وقتها، ده خالد بيومي ده في 2006 و2005 و2004 على الاي ار تي، كان واحد من اعظم محللين العرب، او ما كانش اعظمهم. شوف خالد بيومي، اكتر الناس حياديه طبعا. خالد بيومي بيقول لك، حاطط صوره جمهور الاهلي في ماتش بورتو، بيقول لك: هل هناك شك انهم الاكثر شعبيه في مصر وافريقيا والوطن العربي وافريقيا؟ لا يا كابتن خالد، مفيش اي شك، محدش بيشكك في كده غير اللي عنده حرقان ودماغه تعبانه وجلده تخين طبعا. في واحد بقى ربنا ابتلانا بيه، انا عايز ارد على نقطه بس من اللي قالها، وده من واحد من مساوئ محمد رمضان اللي جابه لنا الاسطوره. عماد الدين شفيق يا راجل، ده بيقول لك ايه بقى، عامل لي تويته بيقول لك: لما اكون عارف ان هلعب بعد سنه بطوله بتتلعب مره واحده كل 4 سنين في مدينه ميامي الامريكيه، معقول ما يجيش في دماغي اعرف طقس البلد دي في توقيت البطوله شكله ايه عشان استعد صح، فاقوم اخسر وابرر خسارتي بكل سطحيه وبساطه وقناعه. شوف بقى اللي جايه دي هي مشكلتي في التويته، وثقه ان جماهير الاهلي هتقبل ان خسارتي سببها وجيه، وهو ان اتفاجئت ان الدنيا حر ورطوبه. الحل ببساطه اني بوعدها تتعوض ان شاء الله كمان 4 سنين. انت عارف انا مش مشكلتي هنا ان هو بس بيهاجم الاداره، لكن اللي بيتكلم على جمهور النادي الاهلي. يعني تشوف بقى، يعني هو نفس الاسلوب الزملكاوي الكذاب المدلس الحقير اللي كله تدليس وكذب. لما تشوف ان جمهور الاهلي ماسك اداره الاهلي ومدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي سالخهم على مدار ال3 ماتشات، منهم الماتش العالمي اللي عملناه قدام بورتو، فتيجي تشوف واحد زي ده يقول لك اصل هم الجمهور بيسمع كلام الاداره ومبرر ان موضوع درجه الحراره والرطوبه، ووعدناهم ان هم بعد 4 سنين هنعوض، والجمهور ايه عنده ثقه ان الجمهور هيصدق. يعني انت شفت ان جمهور الاهلي صدق؟ شفت ان جمهور الاهلي ما انتقدش وقطع في اي حد اتكلم من النادي الاهلي او ادارته او منتمين ليه بان ده مبرر؟ يعني يا اخي انت المفروض تبقى زمالك، انت الحمد لله يا اخي انت ما بقتش اهلاوي يا اخي، في داهيه، في 60 داهيه يا اخي. روح شجع الفرقه بتاعه المجانين ام ولد تخين اللي انت ايه بتلغيهم دلوقتي. عايز بس اروح برضو لكم تويته كده لاخواتنا العرب في السعوديه ودول الخليج وكده، هم بيعلقوا على شكل جمهور الاهلي. يعني انا هطلع بقى من قصه مصر، طبعا هتكلم مصر كلها اهلاويه، فطبيعي ان الاهلاويه يشهدوا لنفسهم. تعال نشوف
الاهلي في عيون جماهير العالم عامله ازاي. انا بس هجيب العرب، ده غير جماهير العالم بره مصر، ده قصه تاني، ملحمه. واحد اسمه سامي بيقول لك 100 مليون يشجعون نادي واحد، شيء طبيعي اللي نشوفه. روقيت بيقول المصارية يا كثركم بكل مكان ما شاء الله. ان بيقول كلهم مصارية طبعا، هذه ما تسمى شعبية، هذه ما تتسماش شعبية يعني، هذا اسمه دولة ودوري ما فيه الا نادي واحد. الشعبية نفس الهلال اللي من كل دولة له مشجعين سواء بأوروبا آسيا أفريقيا أو أمريكا. في بيقول لك مستحيل بكل بلد ما فيه 1000 مصري. عبد الرحمن بيقول لك اوف على حجم الجماهير يعني. بعد كده نروح للول بيقول والله خساره للبطوله للاسف. طبعا خساره خروج النادي الاهلي. ده مش اهلاويه اللي بيقولوا كده، ده جمهور محايد، جمهور من بره مصر اصلا. واحد تاني بيقول لك ما شاء الله مصاريه بكل مكان. جلال بيقول لك شعبيه عظيمه ولاعبين اقل من محترفين، زعلان طبعا على الاداء اللي ادوه اللعيبه مقارنه بالعظمه والملحمه اللي عملتها الجمهور الفتره اللي فاتت. عمر بيقول لك يا ساتر على حجم الجمهور. عمير بيقول لك والله جمهور الاهلي. ماركو بيقول لك اكتر من شعبيه الهلال صغير الرياض. انجلس بيقول لك طبيعي اذا في دوله تعداد سكانها من بره عنا اهو، مش انا اللي بقول. طبيعي اذا في دوله تعداد سكانها 115 مليون نسمه منهم 100 مليون اهلاوي و15 مليون زملكاوي. اشك في الرقم انه اقل بعد، بس ما نبي نظلم الزملكاويه، اديهم لله يعني، لله حط لهم 3 4 مليون زياده لله. يا نهار ابيض على الفضايح يا جماعه. في بس منشور كده منتشر الفترة دي وفكرني بفترة من فترات النادي الأهلي من قريب يعني من سنتين كده. كابتن محسن صالح، احترامي طبعا راجل قامة وقيمة من قامات النادي الأهلي، لكن أنا لومي كله على الإدارة. إن بص دي العقلية اللي كانت ماسكه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وده من اسباب انا ليه ذكرته، مش عشان خاطر حاجه ومش خاطر اقطع في الراجل، لكن عشان دي من اسباب ان احنا فقدنا كم ملايين الدولارات وكم بطولات كانت سهله جدا بسبب العقليات اللي كانت بتدير الكوره في النادي الاهلي، ولجنه التخطيط اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، واللعيبه اللي كانت بتبقى عليها، واللعيبه اللي كانت مش بتنتدبها او بتنتدبها. فبيقول لك محسن صالح عن بن رمضان مش نمره واحد في مركزه، لاعب كويس بس مش رقم واحد، وهو لاعب جامد هيسيب اوروبا ويجي لك ليه؟ وحتى الان لسه ما قدمش اوراق اعتماده بصفه قويه مع الاهلي، ما شفناش بصمات قويه. البصمات القويه اللي هي ثرو باص او محاوره. قبل اي حاجه بس انا عايز اقول لك كلمه محاوره دي يعني عقليه عقيمه قديمه. كلمه محاوره ده اخر مره سمعتها مثلا وانا بلعب في 5 ابتدائي وانا بلعب في الشارع، هي كلمه قديمه قوي. محاوره دي اللي هي الدريبلينج يعني قصده بيها، تمام؟ فده هو عقليته محاوره يعني، هو دي عقليه من تسعينات القرن الماضي، يعني دي عقليه تسعيناتي، فاهمني؟ فما ينفعش ان انت تحطه في 2020 و21 و25 ان ده يبقى في لجنه تخطيط النادي الاهلي بيتكلم كده عن بن رمضان. انا عندي مشكله يا جماعه، هتجنن ازاي كل جمهور النادي الاهلي بالملايين دي، كل المحللين في القنوات، كل البلوجرز بيتكلموا في اراء فنيه بتطلع هي صح في، انا مشكلتي ان هي تطلع هي صح في الاخر. يعني احيانا يقول لك المدرب بيشوف حاجه الجمهور ما بيشوفهاش، او المحللين ما بيشوفهاش، الاداره شايفه حاجه الجمهور مش شايفها. لكن في كل مره في 1000 مره حصلت ان جمهور الاهلي دايما بيطلع على حق. لعيب وحش بيطلع جمهور الاهلي في الاخر على حقه وبتمشيه، لعيب كويس ولازم يلعب بيطلع جمهور الاهلي على حق، و5000 مثال، امثله لا تعد ولا تحصى من هذا الامر. فمشكلتي كبيره جدا مع الموضوع ده. يعني على سبيل المثال انا النهارده واحد من الناس بقول لا لبيع وسام ابو علي، هيجيب لك كام؟ 6 مليون 7 مليون 8 مليون 10 مليون، اوعى تبيعه. ده انت ده وسام ابو علي جايب ماتش بورتو اللي جايب فيه 3 اجوان احنا كنا هنتغلب، انت واخد $1,000,000 بوسام ابو علي، مع احترامي لكل اللعيبه. ما هو بعد ما طلع وسام ابو علي ما جبناش الا جول لمحمد علي بن رمضان، وضيعت 5000 فرصه. اللي بيخلص لك وبيترجم لك الاهداف وسام ابو علي. اوعى نغلط الغلطه بتاعت من 2 3 ومش لاقيين مهاجم واتبهدلنا وخسرنا بطولات بملايين الدولارات بسبب ان ما عندكش مهاجم زي ما هو وسام ابو علي. ال10 مليون اللي انت عايزها ممكن في موسم واحد تعملها من البطولات اللي بتشارك فيها بوجود وسام ابو علي.
فان انت تروح تبيعه ونغلط نفس الغلطه تاني ونقعد 6 7 سنين نجيب في مروان محسن ونجيب في محمد شريف، وممكن محمد شريف افضل بكتير لكن مفيش مقارنه مع وسام، ونجيب في لعيبه ما يعلم بها الا ربنا في مركز المهاجم، وانت معاك هداف عالمي، معاك هداف عالمي في الاهلي، حافظ عليه حافظ عليه. الا بقى لو انت هتبيعه لفرقه اوروبيه من فرق الكلاس ايه وهتعرف تمسك فيه مثلا 40 50 60 مليون جنيه، ماشي بيعه 20 30 40 الارقام دي ماشي. لكن انت ال10 وال8 وال9 وال11 وال12 وال14 ما انت هتجيبه في البطولات. ودي وهتفتكروا ان كلامي صح لو اتباع وسام ابو علي. وهنرجع تاني للمقطع ده وهنشره لكم. تعال بقى نشوف مكاسب الاهلي الماديه من البطوله، وده المنشور، وفي ناس في حاجات كتيره مش واخده بالها منها. بيقول لك الاهلي يحصد 12.13 مليون دولار من مشاركته في كاس العالم للانديه، 11.5 مليون دولار مكافاه مشاركه، 800,000 دولار مكافاه تسجيل 4 اهداف، اجمالي 12 مليون و3 مليون دولار. طبعا ده محسوب فيه ماتشين اللي كسبوا من النادي الاهلي كل واحد اللي تعادل فيهم كل واحد فيهم بمليون دولار. والناس ناسيه كميه العقود التسويقيه اللي عملتها شركه القلعه الحمراء للنادي الاهلي بحدود حوالي مثلا 4 أو 5 مليون دولار تاني. يعني الاهلي داخل في حوالي 17 18 مليون دولار مكاسب. احنا داخلين على ضعف مثلا القيمه السوقيه للزمالك. يعني احنا ممكن نشتري الزمالك ده كل كده نشتريه نعمله قطاع ناشئين للنادي الاهلي، او نعمله رديف للنادي الاهلي، او نضحك عليه اي حاجه، فاهمني؟ وطالعين الزمالكاويه يقول لك الاهلاويه فرحانين ليه؟ فرحانين عشان احنا عندنا سكواد هيرجع يفشخك ويفشخ افريقيا ويفشخ مصر كلها لمده 5 6 سنين قدام. ده اللي بسطني بمنتهى البساطه. بس يا سيدي، لما تيجي تشوف بي ان سبورت عامله بوست برضو لجمهور النادي الاهلي على ماتش بورتو والحضور الجماهيري، هل هو النادي الاكثر شعبيه عربيا وافريقيا؟ يقول لك شعبيه الاهلي المصري طاغيه في جميع بقاع الارض، حضور تاريخي لجماهير الاهلي في مباراته فريقها امام بورتو. مش عايز اطول عليكم، لكن دي كانت بعض الاسكرينات، بعض الرؤى، بعض الردود على الجرابيع الزملكاويه اللي طالعين. طبعا الدوده كانت حرقاهم وخلصوا على مخزون الميبو في مصر في طول السنين اللي فاتت، محروقين من النادي الاهلي. وكانت البيك او البرايم بتاع النادي الاهلي السنه دي في وجوده في اعظم بطوله في تاريخ الانديه، وهي كاس العالم للانديه البطوله الاولى او النسخه الاولى منها. فتشوف كميه الحرقان والتدليس والكذب، بيجتهدوا قوي. شفت الشيطان قبل رمضان كان لما بيجتهد على العبد عشان يفضل يعني خليه يعمل ظروف كتير، هم بيجتهدوا اجتهاد غير عادي، هيتجننوا سهرانين ل6 الصبح عاملين زي اليهود قاعدين هيموتوا والاهلي ما يتعادلش، ويقول لك انا مش مهتم عايزين الاهلي يتغلب. كانوا هيتجننوا من مباراه بورتو يا جدع. استاذنكم نعمل سبسكرايب، نعمل اشتراك في القناه، نفعل زر الجرس، نعمل لايك على الفيديو، واستنونا دايما في كل جديد، واستنوا حلقه بكره حلقه الجمعه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.